اتفاق ميليشيا حزب الله اللبناني وداعش قوبل برفض أصوات العراقية خشية انتقال عناصر التنظيم من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود العراقية. فالميليشيا أعلنت وبحسب الاتفاق الذي وافق عليه النظام السوري أن قافلة مسلحي داعش ستنسحب من الحدود اللبنانية السورية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي الحدودية مع العراق. اتهامات للسلطات العراقية والسورية بالتآمر على الشعب العراقي ساقها النائب العراقي علي البديري على إثر صمت السلطتين كما يقول عن الصفقة. عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الكربولي وصف الاتفاق بالخطير، مطالبا الحكومة العراقية بالتحرك لمعرفة خفاياه، خاصة وأن المناطق الحدودية العراقية كما يقول كالقائم وعانى وراوة لم تستعاد بعد من قبضة التنظيم، مطالبا بالإعاز الفوري بإطلاق عمليات استعادة القائم وبأسرع وقت. هذا الاتفاق يقضي بخروج من تبقى من عناصر داعش باتجاه المنطقة الشرقية لسوريا. وقد حذر أمين عام ميليشيا حزب الله في أكتوبر الماضي من رغبة الأمريكيين بحشد داعش على الحدود الشرقية لسوريا مع العراق. ستستغل تواجدها العسكري والأمني في المنطقة الشرقية، يعني على الحدود الغربية للعراق، لتنفيذ عمليات أمنية وإرهابية وانتحارية حيث تصل أيديها في داخل العراق. هذه النداءات والتحذيرات التي أطلقها أمين عام ميليشيا حزب الله لم تكمل عاما واحدا حتى نفذها بنفسه ضمن صفقة تشكل خطرا على أمن العراق. بشاير المضيري، العربية.